سلام الله عليكم. اليوم جبت لكم واحد من أروع حلوياتنا التقليدية، كعك النقاش البجاوي الأصيل. حلوى تراثية راقية معروفة بنقشتها والبنة تاعها، صدقوني تذوب في الفم. راح نمد لكم المقادير المضبوطة وكل الأسرار باش تنجح معاكم من أول تجربة. خليكم معايا وما تنسوش تدعموني باللايك واشتراك، هكذا باش يوصلكم كل جديد. نصلي ونسلم على رسول الله ونبداو بسم الله. أول حاجة نديروها في كعك النقاش البجاوي، نفوتو نطيبو هذاك السيرو ولا الشربات. هنا عندي 100 مليلتر، راح ندير كمية صغيرة يعني غير 19 حبة جاتني. 100 مليلتر نتاع ماء الزهر مع 75 غرام تاع السكر ومبشور حبة برتقال كبيرة. هكذا البنات، نذوب هذاك السكر نديه فوق النار. هنا هذه العملية إذا كنتم مزروبين يعني وكنتوا في هذاك يعني في هذاك الوقت حابين تخدموا بها، يعني تحطوها فوق النار غير باش يذوب هذاك السكر، يعني يدفى شوية هذاك المزهر، يذوب هذاك السكر وحطوه. وإذا ما كنتوش مزروبين وكنتوا ناويين غدوة إن شاء الله ديروه، خلوها في الليل يبات هذاك السكر في المزهر شرب برتقال، الصباح خدموا به. من بعد هنا جيت للفارينة، جبت الغيسيبيو نتاعي، درت 400 غرام تاع الفارينة، كيلتهم هكذا 3 كيلات، زدت لهم رشة نتاع الملح مع ربع ملعقة صغيرة نتاع خميرة كيميائية. وهنا درت 200 مليلتر نتاع الدهون يعني تاع ليدام، يعني 400 غرام فارينة قبلها النص نتاعها دهون، درت 75 غرام سمن، 75 غرام مارغرين، و50 مليلتر نتاع الزيت، يعني كيلة كل كيلة 3 كيلات فارينة قبلهم كيلة نتاع ليدام. من بعد هنا جيت صفيت هذاك السيرو نتاعي. هنايا صفيتو، اعصروا مليح هذوك الزاز تاع البرتقال هكذا، وتحبوا ديروه بالليمون ديروه بالليمون. هنا جيت خرج لي هذاك السيرو 175 مليلتر نتاع السوائل، يعني السيرو هذاك. بديت نعجن في كعك النقاش ولا في العجينه نتاعي، وما تعجنوهاش غير باطراف الاصابع، خلطوا هكذا وشربوا لها هذاك السيرو، يعني كل ما توسوا شويه شربوه لها. هنا كي تسيتها لقيتها ما زالت مشقه، يعني تتشقق معايا. هذوك الزاز اللي كان في الصفايه زدت فرغت عليه شويه نتاع ماء الزهر وعطاني هذاك اللون البرتقالي، وكملت هنا زدت حوالي ملعقتين او ثلاثه نتاع ماء الزهر ولا تاع هذاك السيرو، ولات لي العجينه رطبه وهكذا وملسه، يعني ما تتشققش معايا كي نشكلها. هنا جيت نوزنها قبل ما ترتاح، يعني وزنتها هكذا 40 غرام في الحبة، وزنتها هكذا كويرات. ومن بعد سويتهم وخليتهم يرتاحوا، أنا خليتهم حوالي 3 ساعات. وحضرت كذلك الغرس نتاعي بعد ما فورته، يعني أنا هذا الغرس يجي تقريبا حب، فورته باش يطرى معايا، درت له شوية نتاع مزهر ودرت له الجلجلان، ودرتو 20 غرام في الحبة، 20 21 غرام في الحبة، هكذا باش يجيني النصف نتاع الكويرات اللي درتهم. هنايا جبت كويرة حطيتها هكذا على شكل حربوش صغير، من بعد سرحتها بالحلال بهذه الطريقة، وحطيت فيها لازم يكون الحربوش نتاع الغرس قد العجينة. من بعد هنا روليتها. البنات دو قياس واحد، يعني عندكم حلال صغير ولا عندكم كوبات كيلو بها هذه قطعة العجين، يعني ديروا على قدها. كي ديروا الحربوش تاعكم ديروه على قدها، يعني سواء واش كان من سنتيمتر، كان 20 سنتيم 18 15 قد ما حبيتوا الحبة تاعكم كبيرة ولا صغيرة. هنايا أنا هذه فيها 18 سنتيم هذه الكوبات، كيلت بها كامل الحبات نتاع كعك النقاش نتاعي. هكذا البنات، من بعدك هنايا الجهة دبوها يعني تجي بوانتيو، والجهة الأخرى فتحوها بصبعكم ودخلوا الجهة هذيك اللي مبوانتية داخل هذيك الجهة المفتوحة هكذا، وسووها مليح. وإذا كان هذاك الشق شوية نتاع كيما تدخلوا العجينة مع بعضها، يعني ما تخافوش هذاك من بعد كي ننقشو رايح يتخبى. هنايا اللي ما تعرفش يعني تجيب النقاش كامل مساوي، دير هكذا بالبوشون. أنا هذا البوشون تاع قرعة نتاع جو، درت به هكذا في دائرة، تبعي عليها النقاش نتاعك هكذا باش يجوا كامل مساويين. هذه الفكرة شفتها عند وصفات رشا وعجبتني، حبيت نطبقها معاكم. هنايا كي تبداو تنقشوا في النقاش تاعكم حطوا الضربة قدام خوتها، وما تفتحوش بزاف النقاش، وما ترفدوش بزاف ما تدخلوش بزاف للتحت. ودايما كي تروليو النقاش نتاعكم ولا العجينه نتاعكم، الجهه اللي تكون مغلوقه ديروها للتحت، والجهه اللي تكون فيها بزاف مروليه وفيها العجين باش تنقشوها ديروها للفوق. هكذا البنات كي تكملوا النقاش وتحطوا الضربه قدام ختها، باش وين خلاصوا السنه نتاع النقاش زيدوا حطوا المره الثانيه، رفعوها هكذا كي تكملوا.
من بعد تحبوا تخلوها هكذا رفعوها بيديكم، طلعوها شويه، تحبوا تخلوها غير من الفوق، تحبوا تزيدوا تنقشوها من الاطراف كيما درت انايا زدت نقشتهم هكذا من الاطراف وعطاني هذا الشكل الجميل. شوفوا شحال جا شباب الشكل تاع النقاش تاعنا. أنا هنايا هذه ما درتش بالبوشون يعني ما حددتش يعني موالفة نخدم هكذا يجوني يجيني ساهل يعني عيني كما يقولوا ميزاني. كي تكملوا الحبة تاعكم كما قلت لكم ديروا هكذا هذه الطريقة بهذه الطريقة طلعوا الحبة تاعكم تاع الكعك النقاش طلعوها مليح. من بعد إذا خفتوا حبيتوا تنقشوا من برا وخفتوا تدي فورما لكم الدائرة هذيك اللي تكون لداخل ومن بعد ما تلقاوش كيفاش تساووها ديروا صباعكم هكذا من الداخل وكي تنقشوا من برا يعني شدوا من الداخل باش ما تتعبز لكمش وما تدناش هذيك الدائره وما تديفورماش الحبه تاعكم. يعني كل ما تحطوا ضربه دنوا صباعكم كما راكم تشوفوا راني ندير انايا. يعني هنا ما كنتش على بالي بلي راهي شويه مخبيه الحبه تاع الكعك النقاش هكذا باش تشوفوها مليح. شوفوا كل ما دنوا تنقشوا دنوا صباعكم مع النقاش بهذه الطريقه هكذا باش ما تديفورما لكمش الدائرة نتاعكم والحبة تاعكم تجيكم مساوية. هذا إلا كنتو مبتدئين راني نحكي معاكم. شوفوا كيفاش تجي الدائرة. هنايا كملت الحبة هذيك الحبة الأخيرة درتها في السنيوة والفرن تاعي راهو ديجا يسخن. كي بديت ننقش درتو يسخن حطيتهم في الرف الوسطاني طابوا 10 دقائق من التحت ولا 12 دقيقة وزدت لهم من الفوق شعلت لهم من الفوق باش تحمروا وخرجوا لي بهذا الشكل الجميل. خليتهم بردوا من بعد زينتهم وحطيتهم في الكيسات وجبتهم معكم هنايا خرجوا ما شاء الله. كعك النقاش رائع جدا. كعك نقاش بجاوي على أصوله رائع جدا والبنة ما نحكي لكم صدقوني يسخف بالبنة. يعني إذا جربتوها أكيد راح تنجحوا فيها مع هذه النصائح اللي مديتها لكم. يعني والكيلة راهي بالضبط يعني خرجت لي كما قلت لكم 19 حبة. شوفوا ما تخلوش يطول في الطياب باش الغرس تاعكم ما يجيكمش يابس. شوفوا كيفاش راهو الغرس الطري باش ما ييبسش معاكم يعني ما تخلوش يطول في الفرن حتى يشرب هذاك الغرس ويتكرمل ويبس لكم في الفرن. يعني كي تشوفوه طاب خلاص شوفوا كيفاش راهو هشيش يتبسس وحده ما شاء الله. وصفة رائعة جدا. نتمنى ان شاء الله راكم درتوا لي هذيك الجام واشتركتوا لي في القناة. شكرا لكم جميعا حبيباتي. نلتقي ان شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.